أكبر معروف ممكن تقدميه لنفسك في رحلة حبك لذاتك إنك تقللي كلام. عاوزة تحسي بالراحة؟ قللي كلام، عيشي في هدوء، طلعي الجدال ده من حياتك. الموضوع اللي محتاج 10 كلمات عشان يتشرح فيه تشرحيه في كلمتين وبس، أو ما تشرحيهوش أصلا. ما تجادليش حد، ما تحاوليش تثبتي لحد وجهة نظرك. اللي يقول حاجة وانت شايفاها انه غلط هو انسان بيجادل، وانت عارفة انه هيرهقك ويستنفذ من طاقتك وياخد من صحتك، وتقومي من المجلس بتاعه حاسة بإرهاق ويقول له حاضر انت عندك حق. الجدال اللي ملوش ثمرة وهو بنسبة 99% مفيش منه أي ثمار، إياكي والدخول فيه وإرهاق نفس. الإنسانة الذكية الواعية اللي بتحب نفسها ونفسها ترقى بنفسها وتبقى إنسانة واعية أكتر وحياتها تتحسن أكتر وتحب نفسها أكتر وتصالح ذاتها، هي اللي عارفة معنى وقيمة الهدوء وراحة البال. ريحي قلبك وعقلك وما تجادليش. الأولوية عندنا هي سلامك النفسي. الحياة الهادية جميلة جدا ومريحة. اتعلمي انك ما ترديش على التفاهات وما تركزيش مع جاهل وما تناقشيش سفيه. سيبي اللي يتكلم يتكلم واللي يصدق يصدق، وما تحاوليش تثبتي حاجة لحد. مهما اللي حواليك حاولوا التقليل منك أو محاولة زعزعة ثقتك بنفسك، من جواهم عارفين قيمتك وتربيتك ومبادئك. فريحي دماغك وما تجادليش، عيشي في هدوء وسكينة وبس. أحلى مرحلة ممكن توصلي ليها في حياتك هي مرحلة النضج. المرحلة دي هتفهمي إن انتي ما عدتيش محتاجة لا صوت عالي ولا ضوضاء ولا جري ولا سرعة ولا جنون. كل اللي هتحتاجيه هو الهدوء، وخاصة في العلاقات. إن تكون علاقتي بالناس مستقرة فقط، لا حب زيادة ولا كره، فقط استقرار. أكتر نعمة ممكن تهدي بيها نفسك إنك تعيشي آمنة مرتاحة في هدوء وراحة بال. مش عايزة مشاكل ولا قلق ولا عايزة أثبت وجهة نظري لحد. هتوصلي في يوم من الأيام لمرحلة تقربي بس من الأشخاص اللي هيكونوا مصدر راحة وسلام في حياتك. يبقى حياتك هي رحلتك الخاصة، وانتي بإيدك تختاري تعيشيها بسلام، تعيشيها مع الأشخاص اللي بيرتاح ليهم قلبك وعقلك وبيساعدوكي على سلامك النفسي. حوطي نفسك بالعلاقات بس المريحة اللي مش محتاجة جدال 24 ساعة، العلاقات اللي مش بتستنفذ روحك. أكبر معروف